بين مياه المحيط الأطلسي والساحل الصخري الممتد بين منتجع سيدي بوزيد بآسفي وشاطئ البدوزة، ظلت هذه المنطقة التي اكتشفت بها البقايا الأثرية محتجبة عن أعين الناس لسنين عديدة بسبب صعوبة المنحدر الصخري المؤدي إليها. منطقة هادئة لا يكسر سكونها سوى صوت الأمواج وتطفل بعض الصيادين المغامرين من وقت لآخر. هذا الاكتشاف هو عبارة عن أحواض حجرية بأحجام مختلفة تترجع لواحد العصر اللي هو العصر البرونزي، وهذه الأحواض الحجرية هي ذو أحجام مختلفة تمتد على الساحل ما بين سيدي بوزيد حتى الكاب بدوزة 30 كيلومتر تقريبا ديال الآثار، وتتبين لنا أن هناك تجمع سكاني مهم. نحن كجمعية قمنا بخطوة أولى وأساسية في إطار تخصصنا كمهتمين بالشأن الأثري التحتمائي وكذا الساحلي، ليتم اكتشاف هذه اللقى الأثرية التاريخية والإخبار بها لكافة السلطات المعنية وخاصة الوزارة الوصية، وذلك من أجل الحفاظ عليها. بعد علمها بالخبر عقدت الجمعية المغربية للبحث والمحافظة على التراث الأثري تحت ماء العزم على فك ما بقي من ألغاز المكتشفات الأثرية، مراهنة على اكتشاف الامتداد البحري لهذه الآثار والتي يمكن أن تحسم الجدل المتعلق بمدينة تسمى تيغالين يعتقد أن مياه المحيط غمرتها خلال حقبة تاريخية قديمة. اتصلنا بمراسلة من الجمعية حول وجود أو عثورها على بعض اللقى وبعض البنايات القديمة والحفار اللي ممتدة على طول شاطئ اللي تيربط ما بين برج الناظور والكاب. ارسلنا احنا بدورنا المراسله للجهات المختصه مديريه التراث والمعهد العالي للاثار اللي هما حسب القانون 8022 المخول لهم البحث وتعميق البحث واستجلاء هذه الحقيقه ديال هذه اللقى. وفي انتظار حسم الجهات المعنية المختصة في مدى أهمية الآثار المكتشفة، تطمح الجمعية إلى تثمينها وضمها لرصيدها في هذا المجال، والذي يتضمن اكتشاف سفينة عسكرية ومدافع قديمة بنفس المدينة واكتشافات أثرية أخرى بكل من أكادير وطنجة. نهاية النشرة. الصخور البحرية لكاب كانتان شمال مدينة أسفي ليس بالأمر الهين، لكن اكتشاف هذه العظام المتحجرة قد يدلل الصعاب أمام هؤلاء الباحثين. هذه هي الصخرة الأولى اللي تم اكتشافها. إذا هذه هي الصخرة اللي تم اكتشافها في سي سعيد، في هذه العظمة هذه الأولى. العظمة الأولى كاين هنا عظمة ثانية وكاين عظمة ثالثة، هي كيبان المفصل ديالها. العظام التي تم اكتشافها لا يعرف بعد إن كانت بشرية أم حيوانية، إلا أن الاحتمال يعيد إحياء تواجد المدينة العائمة تيغالين بالمحاذاة من هذه الكهوف. اكتشاف هذا من خلاله تنقدر نقول على أنه ربما محتمل أن الإنسان عاش هنا، مما يوحي أنه ربما المدينة المحتملة تيغالين غتكون هنايا. الباحثون والمتطوعون بجمعية البحث والمحافظة على التراث الأثري تحت مائي هم مجموعة من الشباب قادهم الفضول وحب الاستطلاع لاكتشاف هذه المنطقة. وشباب الجمعية عندهم واحد الطموح إن شاء الله باش يكتشفوا خبايا هذه المدينة إن شاء الله رغم نقص الإمكانيات. بعد اكتشاف هذه العظام المتحجرة بالقرب من شاطئ البدوزة 30 كيلومترا شمال أسفي، يفتح باب الاحتمالات على مصراعيه بإمكانية إنجاز أبحاث أركيولوجية وتحت مائية قد تقود إلى اكتشاف المدينة الأسطورة تيغالين الدائمة الاحتمال. ب30 كيلومترا بكهف عين المشة تم العثور على عظام متحجرة تعود لفترة ما قبل التاريخ. هذه العظام فتحت مجددا شهية الباحثين للتعرف على حضارة المكان وغناه، فالسواحل الأطلسية المغربية تحتوي على آثار ستظل شاهدة على عراقة بلادنا. الاكتشاف بداية لاكتشافات جديدة. أنا أحب الاستطلاع وحب البحث إلى اكتشاف هذه العظام المتحجرة داخل هذا الكهف الذي يطل على البحر، وهذا الكهف لا يمكن الدخول إليه عندما يكون البحر في حالة مد، كما أن هناك عدة روايات حول المدينة الغارقة اسمها تيغالين
وبالنسبه لمنطقه البدوزه هي بالاضافه الى الكهف كتحتوي على كهوف اخرى وعلى مواقع اثريه اخرى كانت عباره عن مدافن في الفتره الفينيقيه والفتره القرطاجيه، لكن المد البحري مع الاسف اطمر هذه المدافن التي كانت منقوشه في الصخر. يعني هذه الطريقه كانت معروفه عند الفينيقيين والقرطاجيين انهم كانوا كيدفنوا الموتى ديالهم في الصخر. كهف عين المشة كان دوما موضوع حكايات وروايات يتناقلها الأحفاد عن الأجداد. قالوا إنه كان خلوة لتعبد الصالحين، وقالوا أيضا إنه كان مكانا للعيش والحصول على القوت اليومي مما يجود به البحر. في إطار حفظ الذاكرة الجماعية والتعريف برجال